بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، أسوأ مشاكل من الذي عرق له بالذات الذي هي عند المشيخة. أنا أقول قبحكم الله، والله إن إزالتكم من البلاد واجب. تخيلوا إن واحد فقير ما بش معه أي حاجة، يعني يجي واحد يستغصب الأرض على واحد من شان إن هذاك ضعيف ما بش معه حاجة، فقير مع الأرض هذه اللي هي طرح عليه. يجي واحد يطرح سيارة عند الشيخ من ولا يقول له طرح سيارة مثل الرجال يطرح سيارة، يقول له أنا ما بش معي، أنا ما مدري مو أنا مدري مو أنا تلبك يقول له خلاص اطرح البصيرة. طيب قال له هذاك اللي يقول لك اطرح البصيرة ليش ما يدي بصيرته؟ انت يا شيخ انت بالله عليك انت تخلى صاحب الحق اللي مع البصيرة يطرح بصيرة، وهذا كان شارع مدعي الدعاي. انا اقول الله يهلككم يا مشايخ. زاد المشكلة الكبيرة انه راح لنا عند للدولة ونفس القضية، راح يشتكي حقه، يرجع لظن الرجال يغتصب على هذا ولا قدم الأرضية يضرب رصاص هذا كل حاجة، يقوم يبزموه حابسهم بأمر من من؟ بأمر من الشيخ. لعنة الله عليك شيخ انت والدولة الذي تقوم على الباطل. لعنة الله عليك على انت والدولة مع الشيخ اللي تحبسوا لكم الناس المساكين. حق الله لا بارك لكم، الله لا بارك لكم. والله لو ما انتم بالبلاد ان البلاد النهي مشايخ العلم اللي جالسين يدوروا سيرة محمد قبعكم الله ما تقمش تتكلم بداخل المسجد تقول حتى كلمة حق. الله لا بارك لك، لا انت ولا غيرك. مجرد انا على مبصر انا من يوم خلق انا والله ابي شارع لا حدك والان له حوالي يجي 50 سنة وشارع كان من اول المشايخ ولا ذا كان قاضي يودي الحق، لكن الان دحينه والله ما مشكلة تحتل. لعنة الله عليكم يا مشايخ. نفس هذا الطبع ما تقدرش تحلوا مشكلة. الرجال قد يحقوا الأرضية وراس سراح اشتكين حابسهم. ايش من حكم هذا؟ ايش من حكم؟ والله بيغضب الله عليكم وبيغضب علينا لسكتنا. والسلام.